من أهمها. أنا يمكن بدأت الحلقة النهاردة عن كلامي عن التنظيم الدولي للإخوان. طيب. وعارفة أن حضرتك عندك معلومات مهمة جدا عن هذا الموضوع، وتحديدا عن الفاكس اللي أرسلته أمريكا للتنظيم الدولي للإخوان، وتم إرسال صورة منه للتنظيم الدولي للإخوان هنا في مصر. ويعني أعتقد أن في تفاصيل كتير تخص هذا الموضوع، يا ريت حضرتك تكلمنا فيها، ونحاول مع بعض نفهم مشاهدينا الموضوع والقصة ماشية إزاي بالنسبة للتنظيم الدولي للإخوان هنا في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في فاكس طبعا، دي معلومة المفروض ان هي الناس تبقى عارفاها عشان ما يبقاش عندهم تخوف من الاخوان. هو امريكا هي اللي بتدير التنظيم الدولي دوت، وكانت بعتت فاكس للتنظيم الدولي للاخوان في الخارج، وجي منه صوره تنظيم للاخوان هنا في مصر. فحوى الفاكس ان هو بيدوهم فرصه مهله ليوم 25 يناير، دي اخر فرصه ليهم ان هم يسقطوا الدوله ويسقطوا الجيش ويسقطوا الشرطه. بعد 25 يناير هيقطعوا عنهم الامداد المادي، ولن يعترفوا بوجود جماعه الاخوان داخل مصر تاني. نعم، انه مش هيبقى في اعتراف منهم ان الجماعه موجوده في مصر. خلاص، هم يعني يعتبروها ان هي مش يعني موجوده في الخارج، يعني رموا موجوده في الخارج، انما مش موجوده في مصر، وهيرفعوا عنها الدعم المادي. طيب، بالنسبه لعبد المنعم ابو الفتوح، انا يمكن كنت بتكلم عنه عن علاقته بالتنظيم الدولي للاخوان، وكنت بتناقش مع حضرتك قبل الهوا في الموضوع ده، فانت قلت لي معلومه يمكن كانت غايبه عني. قلت لي في تنظيم الصغير والتنظيم الكبير، التنظيم الدولي الصغير والتنظيم الدولي الكبير. فاشرح لي بقى يعني ايه التنظيم الدولي الصغير ويعني ايه التنظيم الدولي الكبير؟ يعني الناس في مصر بيبقى ظاهر ليها مرشد عام موجود، زي ما كان قبل كده محمد بديع، وبعدين دلوقتي قالوا عاكف، وبعدين مش عارف محمود اللي هو اللي هربان بره. انما لا، ده هو امريكا لما بتبتدي تعين، هي اللي بتعين المرشد العام. المرشد العام ده مش لازم يكون واحد حافظ القرآن، لازم يكون متدين يعني، او عايزين حد بيكره مصر، عشان كل الهدف هي مصر دي هي البؤره اللي عامله اتزان للمنطقه العربيه كلها وللعالم. بيكره مصر او بتبقى له اهداف اسمى من حبه للوطن. بالظبط كده، خلينا نقولها يعني يعني متهيألي مش هتبقى حاجه يعني قنبله قوي لو قلنا ان هو اللي موجود دلوقتي اللي هو المرشد العام هو محمد البرادعي. محمد البرادعي، ايوه. ده ازاي؟ مش فاهم. ده هو بيدير التنظيم من الخارج. يعني هو وجود محمد البرادعي عموما بعد الفتره اللي فاتت دي في النمسا شويه وهنا شويه وهنا شويه، ولقاءاته ببعض قيادات الاخوان في لندن، وانا سمعت الموضوع ده، فيا ريت حضرتك تصححوا لي لو كان خطا. ده يمكن اكتر حاجه تبرهن ان ده بيحصل، يعني ان هو المحرك الاساسي دلوقتي لجماعه الاخوان. هو المحرك عشان هو كل الموضوع ده هو كله يعني ده شغل امريكا. وعشان برضو ما نقعدش نقول امريكا في بس نقطه كده، انا عايز عشان المشاهد يبقى فاهمها كويس. اتفضل. الصوره الخارجيه احنا فاهمين ان امريكا دي هي العدو. لا، الحقيقه ودي يعني اكاد اجزم، والايام هتثبت الكلام ده، ان اكتر الدول عداء لمصر واللي بتلعب لعبه مخابراتيه قويه جدا، نمره 1 انجلترا، نمره 2 فرنسا، ممكن نقول 3 امريكا، و4 اسرائيل، المانيا داخله في اللعبه دي، وتركيا وقطر وبقيه الدول اللي احنا عارفينها. احنا بنحارب اكتر من 15 دوله، والحرب المخابراتيه دي مصر بتلعبها من 2005 مش من 2011. الجيل الرابع للحروب، الجيل الرابع للحروب. يعني الموضوع مش ما ابتداش مع 2011 مع الثوره، ده ابتدي من بدري قوي. من بدري، من امتى تقريبا؟ من 2005 تقريبا، من اخر الفتره الاساسيه للرئيس السابق حسني مبارك. يمكن في ناس كتير، مش كتير قوي، بس في ناس مش قادره تفهم لعبه المخابرات ازاي في حرب، لكنها حرب غير ظاهره او حرب الناس مش شايفاها بعينيها. يا ريت نحاول نبسط القصه دي شويه للناس ونفهمهم ازاي اجهزه المخابرات بتلعب مع بعض، ازاي بيحاربوا بعض، ازاي ممكن ان جهاز مخابراتي يشتغل في دولة ويحاول يسقط الدولة بإيهام البعض ان اللي بيحصل ده لصالحه والوضع افضل والديمقراطية والحرية والكلام الرنان اللي بيجذب ناس كتير جدا. ممكن نشرحها بس بطريقة مبسطة. بطريقة مبسطة، احنا عندنا هنا مشكلة في مصر نقول عليها اولا اللي هو يعني مشكلتنا الثقافة، المرض،
الماده. الثقافه مش الثقافه اللي هي القرايه والكتابه، الثقافه اللي هي ثقافه اللي هو الفهم، ان هو يبقى مدرك. يعني ان عندنا برضو مشكله ان الناس بتبقى كلها عايزه تفهم كل الحقائق مره واحده. اقوى الدول اللي عندها اسرار كتير. مصر بقت قويه لما اسرارها كترت في الايام الماضيه. لما لو اسرارها طلعت كتير هتبقى دوله ضعيفه. عشان الناس تبقى فاهمه بس الموضوع صح. دي الثقافه اللي هي الناس عايزه تعرف كل حاجه. مش عايز يتمهل، ينتظر شويه لغايه لما الحقيقه هتظهر كده كده. وكده كده في المخابرات بتبقى في توقيتات ووقت لاظهار كل حاجه. ما تظهرش في تاني يوم. طبعا. المشكله عندنا الثانيه اللي هي الناحيه المرضيه ويعقبها الناحيه اللي هي الماديه، ان هو احنا دوله فقيره ماديا، فابتدى ان هو دي اللعبه اللي هي المخابرات الخارجيه تلعبها، ان هو ضغط على بعض الاشخاص زي بتوع 6 ابريل وما شابه، ان هم يلعبوا معاهم لعبه ماديه. فهم الولاد الموضوع ده بالنسبه لهم حاجه يعني فرح. ممكن يكون هو اصلا مش حاسس ان هو بيبيع بلده. يعني اللي هو ممكن يتم استقطابه ويدفع له فلوس وهو بيعمل حاجات وهو مش قادر يفهم ان هو اداه. ده اهم لعبه في المخابرات، ان هو لازم يبقى هو ان هو يعمل له غسيل مخ الاول. دي اهم لعبه. ما هو لو ما عملوش غسيل مخ مش هيعرف يوظفه زي ما هو عاوز. عشان يقدر يسيطر عليه. عشان يقدر يسيطر عليه. ده هو بيسيطر عليه، ده ممكن يعني بيسيطر عليه في احلامه. يعني وصل له لمرحله ان هو اصلا بيبقى خايف منه، مرعوب منه، ان هو حتى مش قادر ان هو يعني يتكلم او يتنفس غير لما يستاذن الاول. دي حقيقه. دي حقيقه. ده بيحصل مع دول، وكان بيحصل مع جماعه الاخوان وما زال. يعني غسيل المخ، يشيلهم مخهم ويحط لهم حاجه ثانيه. هو جماعه الاخوان احنا بس برضو يعني ايه، عشان في ناس بعض الناس بتزعل، ويمكن في الشارع يعني الناس بيقابلوني او ليا اصدقاء ان هم بيقولوا انت يعني احنا متجنين قوي على الجماعه. احنا مش متجنين على جماعه، على الناس اللي هي اللي بيروح يصلي واللي هو مربي دقنه واللي هو ملتزم وبعيد عن هو تخريب الدوله. لا، ده راجل محترم. احنا كل الضغط بتاعنا وعدائنا على الناس اللي هي بتكره مصر. والناس اللي هي زي ما يعني بالبلدي كده بنقول اللي هي متغطيه بالخارج. المتغطي بالخارج ده عريان. حضرتك عاوز تتغطى بحاجتين، الوطنيه والعمل. نعم. خليك راجل وطني، يحب بلدك واشتغل من اجل بلدك. انت تحس في غطاء وفي نعمه كبيره ما ربنا ينعمها عليك يعني. نعم. طيب، يمكن في موضوع برضو مهم يعني كنا اتكلمنا فيه قبل الهوا. حضرتك يعني عاوزاك تكلمني عن موضوع ضبط كشوف بأسماء لضباط أمن الدولة السابقين اللي تم نقلهم للعمل في أسامي الشرطة. إيه الموضوع ده؟ دي كان برضو كان يعني كده كان الحمد لله يعني كان من الحاجات اللي نقول يعني نشكر الإخوان عليها، إن هم حملوا علاقة قوية جدا جدا بين أجهزة الدولة اللي هي المخابراتية أو أمن الدولة أو القوات المسلحة أو الشرطة. فبقى في تبادل المعلومات، اللي بيقع في ايده حاجه بيبتدي ان هو يتبادلها. فكان في كشوف يعني موجوده، كان في عنصر موجود يعني في مكتب الارشاد اللي في المقطم، وده كان وصل كشوف فيها كشوف دي فيها اسماء الضباط اللي كانوا موجودين في امن الدوله، وان هم بعد كده ايام مرسي ودوهم لاقسام الشرطه. دول كانوا مخطط اغتيالي وحاطينهم بالترتيب، يعني حاطينهم كان على راسهم طبعا وزير الداخليه. نعم. فده الكشف دوت وصل لوزاره الداخليه، وابتدى ان هو يبقى في تامين للضباط، وابتدى ان هم يبقى في تغيير لارقام تليفوناتهم وعناوينهم، وفي يعني حفاظ على حياتهم. نعم. يمكن الاخوان عملوا حاجه مهمه جدا، ودي حاجه كويسه، ويمكن دي الحاجه الوحيده الكويسه اللي الاخوان عملتها، لو حضرتك يعني تتفق معايا في الموضوع ده. الاخوان يمكن الفتره اللي فاتت وحدوا الشعب كله، جيش وشرطة وشعب وأجهزة أمنية وكل فئات الشعب. هم عملوا ده، ويمكن ده كان في صالح الشعب أكتر ما هو في صالح أي حد تاني. حضرتك يا ريت تكلمني على الحتة دي، إزاي الإخوان قدروا ينجحوا في إنهم يعملوا ده؟ هو يعني في كده مقولة بقول لحضرتك إيه، تعامل مع عدوك الذكي وما تتعاملش مع صديقك الغبي. نعم. فهذا هو الصديق الغبي. الصديق الغبي دوت هو وقع نفسه بايده، هو شنق نفسه بايده. هو اللي وقع نفسه، عمل الكاريزما دي اللي هي الحب والمصالحه بين الشعب والشرطه والقوات المسلحه، ويعني بغباء شديد. يعني هقول لحضرتك مثلا على موقف اللي هو بتاع ان هم لما سرقوا وحده التلفزيون اللي كانت موجوده في رابعه عدويه، اللي نزلت قبل 30 يونيو علشان تبتدي ان هي تنقل اعتصامهم اللي موجود في رابعه عدويه. نعم.
احد الزملاء يعني او المقربين مع ليا كان مخرج في التلفزيون، وابتدى ان هو كلمني وقال لي احنا اكتشفنا او النهارده حصل، كان في يوم يعني مش فاكر التاريخ، يعني حصل ان هم الاخوان سرقوا، استولوا على وحده التلفزيون وكسروا الكاميرات الارضيه وضربوا طاقم التصوير، وهم عملوا محضر بالكلام دوت في احد اقسام الشرطه. فلما بلغت يعني المسؤولين فقالوا لي طب انتظر. فتاني يوم بلغني ان في مهندس طلع من التلفزيون، وطبعا هو اسمه موجود دلوقتي في التحقيقات يعني، وما مش عارف بقى هو مسموح نقول اسمه ولا ايه، بس هو موجود وهو بيتحقق معاه دلوقتي. تمام. راح تاني يوم وفك لهم الشفره بتاعه الوحده، وجاب طقم من الجزيره قعدوا فوق شغلوا على وحده التلفزيون، وابتدوا ان هم ينقلوا يبثوا بث مباشر، وكان اول واحد يطلع طبعا بديع ثم البلتاجي ثم بقيه الطقم بتاع الطقم الشله دي يعني. فبلغت تاني وانا في يعني ايه في محتد شويه في التبليغ او زعلان. فكانت الرساله كانت جميله جدا. خلي فكرك يسبق خطوتك، وسيبهم عشان هم اللي هيشنوا نفسهم بايديهم. فده تاكد مع الايام ان هم شنوا نفسهم بايديهم، وبقت دلوقتي الادله موجوده في النيابه وفي المحاكم، ده صوت وصوره مش مستندات بس. فده يعني دليل قاطع على ان هم مخهم مش مظبوط فيهم حاجه غلط. لا يعني هو ده هم مش فاهمين. يعني هم لا وعي. هو انا مش مشكله ان انا دلوقتي ان انا عايز اقعد على الكرسي، المهم يكون عندي الوعي ان انا لما اقعد على الكرسي ده ايه المخطط، يكون عندي المقدره على الاداره، المقدره على الاداره، وايه ايه القواعد اللي انا هبتدي ان ندير بها الدوله، انما مش بجري على الكرسي وخلاص. بس يمكن هي دي مشكلتهم، لانهم اصلا ما كانش الهدف الاساسي هو الدوله المصريه، وكان الهدف الاساسي الدوله الاخوانيه او دوله الاخوان والحمساويين، ويمكن كمان اللي يدل على ده فتح الانفاق ودخول مجموعات كبيره جدا من حماس. خلينا بمناسبه حماس، موضوع الخطة اللي كان عاملها خيرت الشاطر في المقطم لاختطاف طائرة حربية بمساعدة طيارين حمساويين، ودي طبعا من المصايب اللي جابها لنا مرسي الحمساويين زي ما أنا قلت، كانت من ضمن المصايب بتاعت مرسي. يا ريت حضرتك تفكرنا بالخطة دي وتشرح لنا تفاصيلها. هو برضو من ضمن الحاجات اللي هم يعني يعني لما الإنسان يكون وطني يضمن كويس جدا وبيتكلم لصالح مصر وبيعمل لصالح مصر، يضمن كويس جدا كل وسائل اتصاله وكل وسائل حديثه مع الناس ان هي مؤمنه. لا غير كده هو ما يعني مش هنقول مش مؤمنه، ولكن هو غير كده لازم يتحط تحت طائله القانون. نعم. فطائله القانون دي ما حدش يجي يعني ما حدش ده خط احمر، ما حدش يقول بقى ده تنصت وده تجسس وبتاع، لا ده امن قومي لمصر. نعم. فما حدش يجي جنبه. فبطريقه فيها قانون برضو ان هو وصل حديث مسجل لخيرت الشاطر، كان في يوم انا برضو تاريخ مش فاكره بس كان يوم 3 وكان من الساعه 4 للساعه 5 صباحا فجرا، كان بيخطط لسرقه طائره هليكوبتر من القوات المسلحه وطائره هليكوبتر من الشرطه، طبعا بمعاونه الرئيس المعزول يعني. نعم. وكانوا هيجيبوا طيارين مدربين من حماس ان هم يعملوا هجوم على مطارات ويبتدوا ان هم يسرقوا الطيارات دي، بغرض ان هو ده برضه عشان الناس تعرف قيمه سياده الفريق السيسي كويس جدا. ده بغرض ان هم لما الشعب يطلع يوم 30/6 في ثورته المجيده يبتدوا ان هم يضربوا عليهم من الارض ومن السماء من الجو. عشان كده حتى في الفتره دي الناس لو تتذكر ان سياده الفريق او عبد الفتاح السيسي عمل يعني نقول ايه كنترول على جميع المطارات العسكريه والمدنيه عشان ما يحصلش اللي يحصل ده. وحتى يوم 3/7 قبل البيان كان المفروض ان هو يظهر تقريبا كان الساعه 4 وبعدين ابتدى ان هو يتاخر. تاخيره ده كله مش تاخير عشان خاطر مثلا يعني الوقت او الناس مش عارفه قيمه الوقت، لا ده تاخيره دوت عشان كان بيعمل تامين قوي جدا لجميع مفاصل الدوله، تامين الحدود الداخليه، تامين الحدود الخارجيه، تامين لمديريات الامن، تامين للوحدات العسكريه، قبل ما يطلع يتقال البيان الشعبي او البيان القومي اللي هو اتقال في 3/7 3 يوليو.
يعني كان الاخوان تهديداتهم كمان ما طالتش الارض بس، ده طالت الجو كمان، وكانوا بيهددوا باحراق مصر. ويمكن الفتره اللي فاتت خليني اقول انه العمليات الارهابيه اللي شهدتها مصر الفتره اللي فاتت من جماعه الاخوان المسلمين ان دلت فتدل على خستهم. لكن في حاجه عاوز اخد راي حضرتك فيها. امبارح كان في او اول امبارح كان في اعتذار لمجموعه من شباب الاخوان قدموه، وانضم معاهم بعض من شباب الثوره. عاوز اعرف راي حضرتك في هذا الاتفاق اللي حصل بين الاخوان وبين بعض شباب الثوره. مش احنا متفقين ان في الناس اللي بتعمل عمليات يعني بتكسب اموالها بطريقه غير مشروعه بيعمل حاجه اسمها غسيل اموال؟ في غسيل اشخاص. في دلوقتي بيتم في مصر غسيل اشخاص زي غسيل الاموال. ناس بتبتدي ان هي تظهر قدام الجمهور. ده حاجه كده هو الاتفاق اللي تم ده كله طبعا ده نوع من انواع اللي هو يعني عايزين نقول بالبلدي ان هو عايز ينيم السلطه او ينيم الاجهزه اللي هي اللي بتراقبهم علشان خاطر يعني لا احنا بقينا كويسين. لا الكلام ده ما بيمشيش. طيب يعني انا عايزه اقول ان احنا منتظرين تليفونات مشاهدينا ومشاركاتهم معانا، ومنتظره برضو رسائل مشاهدينا ويعني تفاعلهم معايا ومع سياده العقيد علاء علامه على الهوا. معانا مين؟ طيب معانا تليفون من استاذ صلاح من الغربيه. استاذ صلاح. استاذ صلاح انت معانا التليفون يا سماح ولا التليفون انفصل؟ طيب خلينا نكمل. انا هقرا مجموعه من الرسائل اللي وصلتنا من مشاهدينا، ويمكن احنا بكره ان شاء الله في مليونيه الدكتور توفيق داعي لها للشعب المصري لترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي. المليونيه دي داعي الدكتور توفيق داعي لها في ميدان عابدين. حضرتك شايف ان الناس لو ما نزلتش بكره في ميدان عابدين ولو ما طلبتش بترشح الفريق السيسي خلال الفتره القادمه، ايه اللي ممكن يكون ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه السيناريوهات بقى اللي احنا ممكن نشوفها لو الناس ما نزلتش للمطالبه بترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسي؟ والله الناس لو ما نزلتش هتندم لان انا المعلومه اللي عندي ان هو سياده المشير عبد الفتاح السيسي مش عاوز يترشح، وده مش لاسباب الشخصيه، ده اسباب لصالح الوطن. نعم. ان هو بيفكر في ان القوات المسلحه عاوز يخليها هي الركيزه والعمود الفقري زي ما هي موجوده دلوقتي عربي. احنا طبعا بنشكرهم عشان ما حدش يفهم بس كلام غلط، هنشكرهم جدا. يعني مش عايزين نقول باسماء الدول اللي ساندتنا الدول العربيه. نعم. دي ما ساندتناش برضو لله والوطن يعني. لا الناس دي عارفه مصلحتها كويس جدا، عارفه ان القوات المسلحه المصريه دي هي العمود الفقري للعالم العربي والافريقي، وهي دي اللي هتقف جنبهم لو حصل عليهم اي عداء. فهو الراجل يهمه النقطه دي كويس جدا قبل ما هو يقعد على الكرسي بتاع مصر، وعشان برضو ما يبقاش فيه بلبله ان يبقى في البعض يقول ده فعلا ده كان انقلاب. انما هو طبعا مش انقلاب، هو احنا الشعب اللي نزل اول يوم 30 يونيو. هو ما نزلش الاول، يعني اول مره ينزل الشعب بهذا الكم العددي. يعني اللي حصروا جوجل ده 33 مليون، ده في الميادين العامه. احنا بنقول على مستوى القاهره واسكندريه والمحافظات الكبيره. طب المحافظات الصغيره بقى والناس اللي كانت في القرى والنجوع، طب في ناس نزلت برضو اعداد غفيره بس ما اتحسبتش. فاحنا كده بنتكلم تقريبا يعني نص الشعب كان في الشارع. احنا عايزين بقى ان شاء الله الشعب كله يبقى في الشارع باذن الله. احنا كده لان هو يعني لو سياده المشير، انا طبعا بقول سياده المشير لو في رتبه اعلى من كده هو يستحقها. والناس لقبته كل الشعب المصري. لا ده هو لو استحقها، ده هو اسمه نفسه بيبقى المفروض يبقى رتبه طبعا. ان هو لو ما ترشحش دي هتبقى يعني الاخرين احنا لنا يعني مش مستواي ان انا اعيب في الاخرين او ان انا اقول عليهم حاجه، ولكن هو افضل الموجودين عشان صالح البلد دي. انما الباقي يعني ربنا يسترها. هندخل نفسنا تاني في الحواري والمزانق اللي كنا فيها يمكن فتره انتخابات الرئاسه الاولى، فتره ما الاخوان يعني، وهيبقى في لعب تاني. وبعدين انت حضرتك كنت مركزه على شويه على ابو الفتوح ان هو دوت المرشح الاخواني. لا انت عندك كمان المرشح الاخواني الجديد سامي عنان، ده المرشح الاخواني الجديد.
ده اللي محدش يعرفه، ده الجديد اللي محدش يعرفه، ده الجديد اللي محدش يعرفه، ده المرشح الاخواني الجديد. الراجل راح عمل عمليه تجميل في فرنسا وجه وهيبتدي ان هو ياخد مقرات بتاعت حازم صلاح واسماعيل، يبتدي منها حملته الانتخابيه. لا والله، يعني عمل عمليه تجميل فين؟ في مناخيره بقى يعني بيظبط بقى عشان البروفايلات بتاعته. وهياخد مقرات حازم صلاح ابو اسماعيل. ايوه. غريبه دي شويه. يعني ما عشان هو بقى مرشح للاخوان. يعني ما يبقى هو يعني هي الاخوان قاعده عماله بتلعبنا على كل الحبال. هي كلمه اخوان دي يعني مش عايزين، احنا ممكن نقول امريكان، ولكن في صوره اخوان، في صوره ناس مغيبه. انما هو ده لعب يعني. وانما اللي انا يعني اؤكد عليه عشان الناس ما بتفهمش الحلقه ان احنا جايين عشان نخوفهم. يعني هم الكلام ده انا اتحاسب عليه كويس وقدام اي جهه، ان مصر باذن الله سبحانه وتعالى، يعني لما في حاجات بتتعمل دلوقتي بس مش معلن عنها، انما الحاجات دي لما يبقى في رئيس منتخب الحاجات دي هتظهر على السطح، حاجات قويه جدا. هيبقى في مصانع، هيتفاجئوا ان في مصانع، هيتفاجئوا ان في مشروعات استثماريه عاليه جدا. مصر انا يعني اقول لحضرتك معلومه مؤكده، ان هي مصر هتبقى ليها يد في صناعه الذهب العالمي، وان هي ممكن هيجي عليها يوم تقرر السعر الذهب العالمي. ده في حاله ان الفتره القادمه يكون فيها يعني اختيار صحيح لرئيس لجمهوريه مصر العربيه. ما هو اختيار صحيح بقى عشان ما يوقعش اللي بيتعمل دلوقتي. في حاجات بتتعمل دلوقتي بيعملها ناس محترمين على رأسهم القوات المسلحة وسيادة المشير السيسي. بيعملوا حاجات بدون ان هو مش عايزين يعلنوها، عشان هو الموضوع مش الموضوع بالنسبة لهم مش مقصود منه ان هو الشو الاعلامي، المقصود ان هو لصالح مصر. فعشان الناس بس ما توقعش الدنيا، يبقى هو لازم حد يكون امين على الدولة دي. يعني رؤيتي الشخصية ما فيش أأمن من سيادة المشير السيسي. يعني هي المشكلة يمكن خلينا نقول في بعض الشباب اللي عندهم حتة انه فاهم كل حاجة وانه عارف كل حاجة، وان القصة بالنسبة له واخدها، في بعض الشباب واخدينها فهلوة واخدينها شطارة. دول يمكن اكتر حد بيضحك عليهم، مش كده؟ بالظبط. ولا انا بيتهيألي؟ لا، ما هو يعني الذكاء في ان هو الانسان يفكر، انما هو اللي هو بيبقى فاهم ان هو فاهم كل حاجة ومش فاهم حاجة. هو الذكاء ان انا ابقى ان انا يعني تحدث قليلا واعمل كثيرا. لا، دلوقتي بقت اللي بتحدث كثيرا هو دوت الفاكر نفسه ان هو فلوه مش فاهم حاجه. دي حقيقه. دي حقيقه. خلينا ناخد اتصال من استاذ مدحت من الشيخ زايد. استاذ مدحت. استاذ مدحت حقيقي؟ طيب احنا فقدنا الاتصال، وهنقرا مجموعه من الرسائل اللي وصلتنا من مشاهدينا. يناير احتفال الشعب اللي بيحب بلده ويبنيها، مش الجواسيس والعملاء اللي بيهدوها، واحنا كلنا نازلين عشان عايزين الفريق السيسي رئيسا لمصر. حفظك الله يا مصر. المهندس سليم عامر. يا ترى هنشوفك بكره عند عابدين يا استاذه حياه. الحاج سيد طه مخبز دمياط. يسقط الارهاب وتحيا مصر، ومكملين المشوار يا خونة الله ورسوله. في حد بعت لي بيقول لي بلاش إهانة شهداء ومصابي ثورة يناير. على فكرة أنا ما جبت سيرة لا شهداء ولا ثورة ولا شهداء ولا مصابين. أنا كنت بتكلم عن الشباب اللي اتضحك عليهم في ثورة 25 يناير وبيرجع يعني الشريط يعيد نفسه تاني. لو حضرتك معايا يا سيادة العقيد، يعني يمكن في ثورة 25 يناير بعد ما حصلت الإخوان ضحكوا على شباب الثورة وركبوا الثورة ووصلوا للحكم. يمكن أنا قلت إن في ناس نزلت الثورة دي وهي ما عندهاش غير مسيسه، يعني ما عندهاش اهداف، هي نازله لانها حاسه بالظلم، هي نازله لانها حاسه ان في يعني ممكن يكون في حياه افضل وممكن تكون عيشه افضل. لكن في ناس كانوا مسيسين وناس نازلين باجندات وناس نازلين لتحقيق مؤامره معينه لاسقاط الدوله. وبيعيدوا السيناريو تاني دلوقتي مع الشباب، بيحاولوا الإخوان إنهم يستقطبوا شباب لجبهتهم ويحاولوا يحشدوا معاهم في 25 الجاي عشان يضحكوا عليهم مرة تانية. تفتكر الإخوان هتقدر تنجح هي وهذه المجموعة العميلة اللي أنا بسميها في إنها ممكن تقدر تعمل حاجة الفترة الجاية؟
هو بس الشباب يبقى عنده وعي كافي ان هو ما ينصاعش الحاجات دي، لان هو برضو احنا كنا دايما بنقول لما يبقى في مثلا تجمعات للشباب بغرض ان هي تبقى ان هو عايز يعني يحشد في مكان فبنقول له اتفضل ما يعني بلاش اللي هو الحشد الكبير، لان ممكن حد يندس في وسطيك. هو ده اللي هو مش فاهمه، وده اللي حصل. ان انا يمكن في لقاء في التلفزيون المصري انا شبهت يوم 28 يناير بنكسة 67. دي حقيقه. يعني انا كنت ماشي في الشارع وانا ببكي لانه شفت حاجات بتتحرق، شفت 2 اصدقاء واحد فيهم بيسرق التاني في الشارع، وشفت عربيات بتتحرق ومحلات وكارفور وبتسرق فشفت مصر وهي يعني ده اللي كان بيحكي لي عنه الابطال اللي انا يعني عاصرتهم او اللي انا اتعاملت معاهم، اللي هم ابطال في اكتوبر. لما كنت اقول لهم شكل 67 ايه، انا شفت 67 ده يوم 28 يناير. فالشباب لو ما كانش عنده الوعي 67 هتحصل تاني والنكسه هتحصل تاني. فلازم يبقى هو فاهم كويس جدا الموضوع مش موضوع انت تحشد، والموضوع ان انت تنزل، والموضوع ان انت تنصاع الاخوان. الاخوان دي اداه ولعبه في يد امريكا، وبالنسبه لهم مصر على فكره مصر ما انقذتش نفسها من التخطيط الصهيوني. مصر انقذت العالم. دي حقيقه اللي محدش قادر يفهمه. مصر انقذت العالم لان مصر كان بعديها لسه سلسله هي اوقفت هذه السلسله. مصر كانت الحفره اللي امريكا والصهيونيه وقعت فيها. انما كان بعد كده كان لسه في طابور طويل من الدول. فبالنسبه لهم مصر ده ايه الدوله دي اللي حطمت الهكسوس وحطمت التتار وحطمت اسرائيل وبتحطم دلوقتي التخطيط الصهيوني امريكي. ده ايه الدوله دي؟ ايه الشعب ده؟ ايه الشعب ده؟ الشعب بيحول النكبه لانتصار. دي حقيقه. بيحول 67 لانتصار عظيم في 73، بيحول 2011 لانتصار عظيم في 2013. انا بعتبر ان البيان بتاع سياده المشير السيسي في 3/7 ده انا بعتبره مثابه انتصار 73 زي انتصار حرب اكتوبر 73 بالظبط. يعني انا كان بهجتي وفرحتي بيه زي 73. فالناس تبقى عندها وعي فاهمه كويس ان هو الموضوع مش ان انت تمشي ورا حد هو ما بيحبش بلدك، لان انت الموضوع مش موضوع ماده. موضوع الفلوس دي ده ليها وقتها، بعد كده الفلوس دي هتخلص. انما اهم حاجه موت بشرف وما تعيش بدون شرف. يعني لو مت بشرف عشان خاطر مصر موت بشرف، انما ما تعيش بدون كرامه بدون شرف. دي حقيقه. خلينا ناخد اتصال من الحاج احمد من مركز الشهداء منوفيه. حاج احمد. طيب صلحوا التليفونات بقى. طيب خليني اقول برضو حاجه مهمه جدا. الاخوان كانوا حابين او كانوا الفتره اللي فاتت حابين يعملوا حاله من الارهاب وحاله من التخويف للشعب المصري. يمكن الموضوع ده كان قبل مرحله الاستفتاء على الدستور اللي يمكن الشعب المصري نزل فيه بكثافه، وكان في تواجد رهيب للمراه المصريه. قالوا ان ما كانش في تواجد للشباب وان الشباب منحازين لطرف الاخوان. حضرتك شايف بقى الوضع ده ايه او ازاي، وشايف ان فعلا الشباب ما نزلوش، ولا دي برضو من ضمن ألاعيب الاخوان اللي قاعدين بيتنططوا بيها زي الفرقعلوس كده لينا كلنا؟ لا الحمد لله شباب مصر في. انا لما برضو عشان بتكلم ان انا بقول ان في ناس ما تمشيش ورا الاخوان، انا بتكلم عن نسبه بسيطه جدا. النسبه اللي هي برضو ايه مش واخده بالها ومش فاهمه الاخوان دول ايه. وهقول لهم على حاجه كده يعني، بس ما اجاوب على سؤال حضرتك. ان هو احنا بنتكلم بقى عن النسبه الاكبر من الشباب بقى عنده وعي. الشعب ده قوي جدا بشبابه، لان هو ده المستقبل. دي حقيقة. الشباب لا نزل بقوه، والشباب فاهم كويس. والاخوان بيعملوا عمليه انما هم في الرمق الاخير. هم بيلعبوا لعبه كده ان هم عايزين يوقعوا الدوله، انما خلاص الدوله مش هتقع. الشباب نزل بكثافه، والسيدات في الاستفتاء نزلوا بكثافه. والسيدات لما نزلوا بكثافه ده على فكره دي كانت لعبه برضو ذكيه جدا من سياده المشير السيسي عشان الناس تبقى فاهمه. يعني سياده الفريق اول السيسي لما طلب لنزول الناس ميدان التحرير يوم 26 يوليو ده كانت رساله للاعداء الاغبياء ان احنا دي حاجه كده بنسميها يعني في الخطه العسكريه بنقول عليها اللي هي التعبئه العامه للشعب. ان انا ممكن اقدر اعمل تعبئه عامه احشد شعبي. لو انت فكرت بس تخش مصر او تبين اي عداء ليها ان انا احشده بالملايين. الشعب هو اللي هيتصدى ليك. ده الشعب بقى ايه رجال ونساء واطفال. بالظبط. هم ما صدقوش ان ممكن النساء يبقوا موجودين. فكرر لهم الدعوه تاني
في الاستفتاء بتاع 14 15 يناير بالظبط. والنساء نزلوا بكثافه قويه جدا. حتى ابو الحجاج الثقفي لما كان بيحذر الاعداء من دخول مصر حذرهم من 3 حاجات: اولا نساءهم، ثانيا ارضهم، ثالثا دينهم. فشوف حضرتك اول حاجه كانت النساء. فالنساء لما بتبتدي ان هي تغير على بلدها وعلى اطفالها وعلى اولادها، لا ده ممكن تفترس، مش محتاجه سلاح. يعني هقول لك حاجه، يمكن حاجه الوحيده اللي ربنا عظمها وموجوده في الدنيا هي كيد النساء، ان كيدهن عظيم. مظبوط. ففعلا الست لما بتحس ان بلدها في حاجه ممكن تمسها، دي ممكن تاكل اي حد. غيوره جدا على بلدها. دي حقيقه. مش معنى كده ان احنا بنقول للرجاله لا، بس النساء يعني هو دي حاجه كده ايه، يعني هم عندهم القوه بس ما بتظهرش غير في وقت الشده. دي حقيقه. دي حقيقه. طيب انا عاوزه منك كلمه للشعب المصري، حضرتك تقول له خلال الفتره الجايه المفروض هو يعمل ايه، المفروض الشعب المصري ايه الواجب اللي عليه عشان يقف جنب بلده. طيب انا هقول حاجه سريعه عذرا. الناس تاخد بالها ان الاخوان ما كانوش هم دول اللي كانوا يعني اوفياء للوطن او مش محافظين عليه، لانه من ضمن الحاجات اللي تم ضبطها كان حاطين اجهزه تنصت وتجسس في حديقه قريبه من الاوبرا، حاطين في الاشجار اجهزه دي كانت بتتجسس على الترددات اللاسلكيه للشرطه والجيش. فناس حتى يعني مش ما بتحترمش الدوله اللي هي عايشه فيها. بالنسبه للكلمه اللي بنقولها للشعب المصري، ما تخافش. مصر داخله على يعني اقتصاد عالي جدا، داخله ان شاء الله لا بقوه باذن الله. مصر هتبقى قويه، مصر هتبقى دوله من الدول العظيمه، الدول العظمى على مستوى العالم. اهم حاجه العمل، اهم حاجه ما نقعدش نتكلم كتير، يبقى فعل اكتر. تحدث قليلا واعمل كثيرا. البلد دي عايزه شغل، عاوزه عمل. حتى الناس كانت بتلوم على سياده الفريق اول السيسي لما كان في كلمه بيقول ان انا لو مسكت انا مش هخلي الناس تنام. مش هتنام عشان تشتغل، يعني مش هتنام عشان تعمل ايه؟ عشان البلد دي محتاجه الشغل، فيها ثروات كتيره جدا. المشكله ان اللي خارج عارف ثرواتها وانت مش عارف ثرواتها. بلد فيها خيرات من كل، في السماء وفي الارض. الناس بتاكل من كل حته. ممكن الناس تاكل من الطير، وبتاكل من البحر، وتاكل من الارض. فيها خيرات في كل مكان، ما فيهاش حد بيجوع. دي حقيقه. فيعني حافظوا على البلد دي كويس جدا. البلد دي عشان خاطر بقعه فيها صغيره جدا تقريبا يعني 3300 كيلو اللي هي سينا، راح فيها 120,000 شهيد. فاحنا بنعزز شهدائنا سواء في الجيش او في الشرطه او المدنيين. ولكن بنقول ان يعني الشهاده اللي جايه مش شهاده ان انت تموت، شهاده ان انت تشتغل. ده انت بقى انت مش بتشتغل عشان خاطر بقعه، انت بتشتغل عشان خاطر مصر كلها. طيب خليني اقرا برضو مجموعه من الرسائل اللي جات لنا من مشاهدينا. تحياتي للفراعين وباذن الله نازلين وللخرفان واقفين بعد ان ظهر باليقين انهم لا يحترموا وطنا ويتاجروا بالدين. ده استاذ ممدوح من بني سويف. ندعم قناه الفراعين الدكتور توفيق عكاشه وارشح السيسي لرئاسه الجمهوريه. سمير نشا من نبرو. يا استاذ سمير، حضرتك بترشح السيسي، يبقى تنزل بكره ان شاء الله